تخيل تصحى الصبح تلاقي حسابك على لينكد إن أخد حظر بدون مقدمات. كل تعبك، كل الشغل اللي عليه، كل علاقاتك، كل ده راح في ثانية. علشان كده الفيديو ده مهم جدا، أقولك ازاي تحافظ على حسابك أطول فترة ممكنة. ازاي حتى لو بتأجر حسابك تحافظ عليه انه يفضل شغال بأمان. مشكلة بتقابل أي حد على لينكد إن هي الحظر، والنهاردة أقولك ازاي تتجنب الموضوع ده بخطوات عملية، وكمان ازاي تقدر تأجر حسابك أطول فترة ممكنة وتستفيد منه. علشان الحساب ده مهم جدا، احنا بنبني فيه بقالنا فترة كبيرة طبعا. كلنا بنحاول نبني بروفايل قوي ومظبوط. فأنا النهاردة أقولك ازاي تحافظ عليه أطول فترة ممكنة بدون حظر إن شاء الله. أقولك على 5 خطوات أساسية تعملهم، تابع معايا وركز جدا. أول حاجة صورة شخصية واضحة جدا واحترافية، وصورة غلاف مناسبة للبورتفوليو بتاعك. أول حاجة احنا عاوزين بروفايلك كامل بنسبة 100%. أول حاجة هتعملها صورة شخصية واضحة واحترافية، وصورة غلاف مناسبة، وبيانات كاملة، وخبراتك وتعليمك ومهاراتك وكل ده. تاني حاجة النشاط المستمر والتفاعل الحقيقي. ما تسيبش الحساب مهجور وبعدين تيجي تأجره ويتقفل منك بسرعة. شارك محتوى بشكل دوري وتفاعل مع غيرك باستمرار. جهاز واحد أساسي، متفتحش حسابك من أكتر من جهاز. بلاش تغييرات كتيرة في ال AIP أو تستخدم VPN. ما تغيرش الباسورد أو الصورة كل شوية غير لما يكون في سبب مهم، بمعنى أصح للضرورة القصوى. وتحاول تبني علاقات حقيقية وما تبنيهاش بشكل عشوائي. تختار ناس من مجالك تبعت لهم كونكشن وتتواصل معاهم بشكل يومي، سواء بتعليقات أو كومنتات أو شير. ما تبعتش طلبات كونكت كتير مرة واحدة. كل إضافة ابعت رسالة شخصية بسيطة للشخص اللي قبل الطلب، تبادل فيه المحادثة. لو عايز تحافظ على حسابك وتستفيد منه صح، لازم تطبق الخطوات دي. ولو بتفكر تأجر حسابك، اتأكد انك مع حد فاهم ويمشي معاك خطوة خطوة. ولو انت مهتم كلمنا نأجر سعرك بأطول فترة ممكنة وأحسن سعر. لو انت مهتم تأجر حسابك تابع معايا، وهسيب لك لينك تقدر من خلاله تعرف مدى جودة حسابك. ولو حسابك مستواه ضعيف، انا تابع معاك خطوة خطوة لحد ما يوصل ليفل كويس وهأجره منك.